اول ما الدنيا تمطر بس نقطتين كده اطلع اجري اعملها على طول. مش عارفه ليه ربطوها معايا بالشتاء، لكن هي فعلا من الكيكات الشتويه التحفه جدا اللي بنعملها دايما طول الشتاء، وهي كيكه الذره او هريسه الذره على حسب ما كل واحد بيسميها. هنعملها النهارده بطريقه سهله جدا وبسيطه، وبجد بتبقى مميزه قوي وطعمها في منتهى الجمال. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. أول حاجة أنا معايا كده المكونات الجافة هحضرها الأول، عبارة عن 1.5 كوب من الدقيق الأبيض نخلته، و1.5 كوب من دقيق الذرة الأصفر برضو هنخله. معايا كمان كيس كامل من البيكنج باودر، ورشة من الملح. طبعا البيكنج باودر هنا 16 جرام، يعني تقريبا معلقتين كبار. كل حاجة بتنخليها، وده نوع الدقيق اللي هو الذرة الأصفر اللي أنا استخدمته. تمام. طبعا لو حابه تستخدميها بدقيق ذره ابيض هو مفيش مشكله، لكن هي معتاد ان احنا بنعملها دايما بالاصفر. خلطناهم مع بعض كل المكونات الجافه دي. بعد كده هنجيب الخلاط ونحط فيه 3 بيضات بدرجه حراره المطبخ، كمان كوبايه من السكر، نقطتين من الفانيليا، نص كوبايه من السمنه، ونص كوبايه من الزيت. لو حابه تعمليها كلها بزيت براحتك، عايز تعمليها كلها بسمنه براحتك. كمان حطيت كوباية من الحليب، وبدأت ان انا اخلط كل المكونات السائلة دي كلها مع بعضها في الخلاط لحد ما السكر يداب معايا تماما. نزلت بقى بالمكونات السائلة دي على المكونات الجافة اللي احنا كنا محضرينها في الاول. اخلطي بقى كويس قوي 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 لحد ما تحسي ان الخليط بقى يعني ممتاز معاكي. هتشوفيه دلوقتي، انت هتحسيه وانت بتقلبي. الخليط في منتهى الجمال، لا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي. هو ده القوام المثالي لهريسة الذرة او كيكة الذرة. هوريكم دلوقتي لما ترفعي كده يعمل معاكي خيط ما يقطعش، شايفه اهو. بعد كده اخر حاجه طبعا هحطها وهي معلقه الخل. اوعي تنسي معلقه الخل دي لانها بتدي هشاشه حلوه جدا للكيك معايا. خلطتها كويس، وبعد كده هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا. انا استخدمت هنا صينيه مدوره مقاس 30. لو انت هتستخدمي صينيه مربعه فممكن تستخدمي صينيه مثلا مقاس 25 في 35. ودهنتها دهنة من السمنة، ونزلت بيها على الخليط بتاع الكيك كده، فضيته كله فيها. وبعصاية الشيش طاووق ببدأ اعمل الحركات دي علشان ما تعملش معايا قبة في الفرن لما ادخلها الفرن. تمام. بعد ما نخلص بقى الحركة دي، في حاجة برضو اختياري انا دايما بعملها في كيكة الذرة، ان انا بحط عليها سمسم من فوق، بتديها طعم مميز كده وشكل كمان مميز. قد ايه بتبقى حلوة جدا. رشي على رشة كده من السمسم المحمص. دخليها بقى على فرن سخن على درجة حرارة 180. هنشغل من تحت الاول، تحسي ان اطرافها احمرت معاكي وبقت تمام. شغلي الشواية دقيقة بس تاخد لون ذهبي من فوق. اول ما طلعت من الفرن رحت جايه كان عندي شربات تقيل، ودي حركه برضو اختياريه ليكي مش اجباريه. وابداي ادهني الوش بتاع الكيكه كده بالشربات التقيل ده عشان يديها لمعه بس مش اكتر. طبعا ببدا اقطعها بعد ما تبرد او وهي دافيه، ما تبقاش وهي سخنه عشان ما تفرولش معاكي. ده كده شكلها لما طلعتها. شايفين القطعة ما شاء الله متماسكة وحلوة ازاي؟ قد ايه جميلة وهشة وطرية وتحفة بجد. اي حد مبتدئ ممكن يعملها من سهولتها وجمالها. ده غير بقى طعمها بقى اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. شايفين بقى عاملة ازاي؟ يعني شايفين القطعة عاملة ازاي؟ بجد يا جماعة تحفة تحفة تحفة، من اجمل الكيكات بتاعت الشتاء.